سمعك أيها المشاهد لي، بل بصرك لأنك تشاهدني، وسمعك لأنك تسمعني، وعقلك وفؤادك لأنك تفهمني. كم قيمته لو عرضت عليك صفقة بملء الأرض ذهبا على أن تتنازل عن عينيك، أفاعل أنت؟ ولو قيل لك تنازل عن سمعك وخذ ما شئت من الدنيا، أتفعله؟ ثم ما فائدة وما قيمة من ذهب عقله ولو كان أجمل الناس وأغنى الناس؟ أجمل فتاة ما شاء الله، وعندها الغنى والثروة والحسب والنسب، لكن ما عندها عقل، أتتزوجها أنت يا من تسمعني من الشباب؟ كم قيمة نعم الله. ولذلك دائما تأتي هذه الثلاث متتاليات: السمع والبصر والفؤاد، ثم الله يقول قليلا ما تشكرون. فاشكر ربك سبحانه جل جلاله، واعلم أن الشكر أو العبد لا يكون شاكرا إلا إذا استجمع خصالا ثلاث: أن يعقد في قلبه أن هذه النعمة من الله وليست من غير الله، أن يذكرها بلسانه من باب الدعوة إلى الله وتحبيب الخلق.